مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دعمك يهمني. عايز اوصل ل 200 سبسكرايبر في اقرب وقت بدعمكم وحبكم. مبروك الأهلاوية الفوز. مباراة قدام فريق رخم، قدام فريق حرس الحدود مقدم أداءات كويسة جدا في الدوري السنة دي. عايز اتكلم عن كذا نقطة كده. أول حاجة كولر. ما انت بتعرف تثبت التشكيل اهو يا عم كولر، ليه بقى عكيت قدام الزمالك؟ يعني انت لو كنت نزلت التشكيل ده قدام الزمالك كان ممكن نكسب فرق كبير. ليه غيرت وبوظت الدنيا؟ بعدين انت اصلا كان بقالك 3 ماتشات عمال تلعب على 3-4-3، ليه غيرت قدام الزمالك بقيت تلعب 4 والماتش ده بقيت تلعب 4؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، حسين الشحات امتى فوق يا حسين؟ حسين الشحات مش شايف قدامه. مستواه من سيء لأسوأ. وسام برضو لسه تحس الإصابة مأثرة عليه. ضيع كذا كورة النهاردة. جراديشار بيتحرك وصنع كذا فرصة في الماتش النهاردة فأداؤه كويس. إمام عاشور بان عليه لسه متأثر برضه بالهتافات بتاعة الجماهير. وأخيرا الحكم كان سيء جدا النهاردة في كذا كورة. يعني في كورة في أواخر الدقايق لما المدافع بتاع حرس الحدود وقع أشرف بن شرقي وكعبله وما لمس الكورة، ما حسبهاش حاجة. والتانية بتاعة العش ما كانش عايز يحسبها. الجواد اتقلب دماغ بدماغ راس براس. أنا معرفش الحكم ليه سيء كده. مبروك الفوز. أنا عارف الأداء مش حلو بس الفوز مهم جدا عشان نلحق بيراميدز. لسه يلعبوا زد، ربنا يكرم وزد يوقعهم يتعادل معاهم أو يخسر معاهم. هتلاقي أول فرق 3 نقط ولسه بيراميدز هتلاعب زد. وأخيرا أشرف بن شرقي كواليتي عالي أوي، أحسن من أي جناح موجود في الدوري المصري. حاجة جامدة جدا. في ماتشين هو نزل في آخر ربع ساعة في ماتش الزمالك جاب جون، والنهارده نزل الشوط صنع كذا فرصة وجاب الجون المكسب. سيبك من أي حد يقول لك ده عنده 31 سنة وكبر. هو كواليتي عالي، كواليتي ممتاز جدا، وهيأثر معانا بقية الموسم في البطولات وكمان في كأس العالم للأندية. هو ده الكواليتي الواحد نفسه فيه في الأهلي. يبقى في الماتشات كلها أو في السكواد كله يبقى نفس الكواليتي دي. بن شرقي هيفرق جامد ولسه لما يندمج مع الفرقة أكتر وأكتر وهيأثر معانا كتير. مبروك يا أهلاوية، سلام.